مجموعة من الناس بيتحبسوا على جسر بسبب حادثة ضخمة ومعاهم وحوش غريبة بتقضي عليهم واحد ورا التاني. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نشوف أحداث فيلمنا النهاردة. بيبدأ فيلمنا باجتماع رئاسة مجلس الوزراء في كوريا الجنوبية وبيتكلموا عن أسرى من الجنود الكوريين اللي خطفوهم الإرهابيين، وبيكونوا بيتناقشوا عن تأخر تفاوض الإرهابيين معاهم. وبيدخل الاجتماع مساعد رئيس الأمن جونج وبيديله ملف، فبيقول له الوزير يتكلم هو عن اقتراحه لو عنده الشجاعة. وبيتكلم جونج وبيقول لهم إنهم لازم ما يقدموش أي مفاوضات لإنقاذ الأسرى، وإن ممكن يكونوا ماتوا أو الإرهابيين هيزودوا الفدية وفي كل الأحوال هيكونوا خسرانين. وبيقول لهم إن مصلحتهم هم أهم وإنهم مش ضروري يدعموا الشعب كله، ولو دعموا نص الشعب بس هيبقوا إدارة ناجحة جدا. وبيزعق معاه الوزير على تفكيره الأناني وطريقة نقاشه وتعديله على الوزير. وبيخرج رئيسه وبيقول له إنه مبسوط بجرأته قدام الوزراء، وإنهم لو كملوا كده هيكون مرشح قوي جدا للرئاسة وفترة الانتخابات قربت. وبيسألوا الرئيس بيونج عن بنته مين، وبيقول له إنها خلاص هتسافر علشان تكمل دراستها برا كوريا، وإنها عايزة تدرس جنب هوايتها في إنها تكون مغنية راب. وبيطلع بيونج فلوس وبيديها ليه علشان يدعم سفر بنته برا كوريا. وبيرفض جونج في البداية بس بيقبل بعد ما بيقول له بيونج إنهم أصحاب قبل أي حاجة، وإنه بيعتبرها بنته هو كمان بعد موت أمها. وبياخد جونج الفلوس وبيروح لبنته وبياخدها علشان يروحوا للمطار. وفي الطريق للمطار بنلاحظ إن علاقته ببنته مش كويسة قوي، وبيشوف إنها كمان واخدة كتاب من كتب أمها وبتقول له إن دي النسخة الأخيرة من الكتاب وإنها حابة تحتفظ بيها. وهم في الطريق بيسمعوا الأخبار عن سوء الطقس وتراكم ضباب كثيف جدا عند الجسر المؤدي للمطار. فبيقرر جونج انه يقف يحط بنزين في اخر محطة بنزين قبل المطار، بس بيكون مستغرب شكل عامل المحطة وبيقول له العامل ان حسابه $64. بس جونج بيقول له انه بيسرق المكان والعربيات كمان بسبب انه بيلاحظ ان في جيبه مفتاح متعدد الاستخدامات. وبيقول له انه هيدي الفلوس لصاحب المحطة وهو راجع من المطار. وبيمشي جونج بالعربية وهو سامع عامل المحطة بيزعق. وفي المطار بيكون في بنت خارجة بتزعق، وبنعرف ان اسمها يورا وانها كانت رايحة تلعب في مسابقة دولية للجولف، بس اختها ومديرة اعمالها نسيت انها تجدد جواز السفر، وانها علشان كده مضطرة ترجع للبيت ومش هتروح المسابقة. وبتحاول اختها انها تقنعها انها ما ترجعش وهيجددوه مستعجل الصبح اول ما المكتب يفتح، بس بتقول لها يورا انها هتمشي. وبتيجي واحدة عجوزة وبتقاطعهم وبتقول لها انها عارفاها، وبتقول لها اختها شفتي بقى انك مشهورة، بس بتطلع الست دي عندها زهايمر وبتنسى وكانت فاكرة يورا قريبتها. وبيجي جوزها وبياخدها بس بتكون ناسياه وبتحاول تجري وبتكون العربية هتخبطها، بس يورا بتلحقها وبيفكرها جوزها بيه، وبتركب يورا العربية مع أختها علشان ترجع البيت. وعلى الطريق للمطار بيكون جونج ومين بنته رايحين المطار، بس الضباب كان كثيف جدا. وبيظهر واحد طالع لايف مع المتابعين بتوعه في رهان انه هيسوق بسرعة كبيرة جدا في وسط الضباب ده، وبيكونوا كل اللي على الجسر مستغربين سرعته دي وانه بيعرض حياته وحياة اللي معاه للخطر. وبيفرمل الشخص ده فجأة لما بيخبط عربية قدامه وبتتخبط وراه كل العربيات وبيعملوا حادثة كبيرة جدا على الجسر، وبتقع عربية غاز كبيرة على الطريق وبتسده كله. وبتظهر يورا الرياضية واختها وهم مصدومين من اللي حصل، وبتقول لها اختها انها لولا مهارتها في السواقة ما كانتش قدرت تعدي الحادثة دي، بس فجأة بتخبط فيهم عربية من ورا وبتخلي عربيتهم تتعطل هي كمان. وبيعدي ضابط من الطريق المعاكس وبيبلغ بالحادثة اللي حصلت كلها. وفي الوقت ده في محطة البنزين بيكون صاحب المحطة رجع وبيضرب بارك العامل وبيتهمه انه بيسرق الفلوس، بس بارك بياخد عربيته وبيقول له ان اكيد الراجل اللي نصب عليه محبوس على الجسر وهيروح وهيجيب منه الفلوس. وبيركب بارك العربية هو والكلبة بتاعته اللي اسمها جودي وبيتحرك للجسر علشان يرجع فلوسه. وفي الوقت ده على الجسر بيكون في الطريق الفاضي عربيات عسكرية ووراهم بيكون ماشي جونج ومين، وبنعرف ان جونج كان واخد الطريق المعاكس اللي رايح المطار والحادثة حصلت في الطريق اللي راجع من المطار. وبيكون في العربية العسكرية دكتور اسمه يانج ومعاه ضباط من العسكرية وقدامهم عربية مصفحة، وبتلاحظ مين لما العربية بتعدي من جنبها ان في شيء مخيف بيبص عليها من العربية. وبيكونوا الثلاث عربيات ماشيين بس فجأة بتخبط العربية بتاعة الدكتور في حاجة وبتتقلب، وبيظهر ان في عربية مقلوبة بعرض الطريق وما كانوش شايفينها من الضباب. وبيحاول جونج يكمل طريقه بس مين بتعترض وبتقوله انهم لازم يساعدوا العربية اللي اتقلبت، ولما بيرفض بتقوله انها تنزل هي، فبيوافق وبينزل وبيطلع الدكتور مع العساكر. وبيكون الدكتور خايف وعمال يقول لهم يطمنوا على العربية اللي الكلاب كانت فيها.
وبيقول للعساكر يروحوا يشوفوا العربية، وبيسيبوا العساكر الدكتور مع جونج وبيروحوا يشوفوا العربية. ولما بيوصلوا بيلاقوا العربية مفتوحة ومفيش أي حاجة. وبيطلب الضباط من العسكري إنه يشوش الإشارة ويفصل الشبكة عن الجسر كله. وفعلا بيشوشوا الإشارة وبيفصلوا الشبكة، وبيكون جونج بيحاول يكلم رئيسه أو أي حد يساعده بس المكالمة بتفصل. ولما بيروح بالدكتور للعربية ما بيلاقيش جونج، وبتكون جونج سامع صوت خط، وبتشوف كلب متعور في دماغه علشان بيخبطها في الحديد. وبتحاول إنها تقدم له المساعدة وبتديله أكل، وبتعرف إن اسمه إيكو. وفجأة بيجي أبوها وبينادي عليها وبيبعدها عن الكلب، وبتكون في الوقت ده الكلاب ماشية وسط الناس، بس طبعا بتكون لسه هادية ومش شرسة. وبيحاول الدكتور إنه يفتح البرنامج بتاع التحكم فيهم، وبيكون متحكم فيهم عن طريق شريحة مزروعة في دماغهم. وبيجي جونج للدكتور وبيسأله إيه اللي بيحصل، وبيعرف إنهم طالبين طيارة علشان تسحب قفص الكلاب. وبيقول لهم جونج على الرتبة بتاعته، وبيقول لهم إن ممنوع أي طيارة تيجي في الجو ده. فبيقول له الضابط إنه ما يتدخلش في شغلهم، وبيعرف جونج إنهم وقعوا الشبكة. وبيتعصب عليه الضابط وبيكلبشه في العربية وبيبعد مين عن أبوها. وبيوصل باركو هو والكلبة بتاعته، وبيوقفوا واحد على الطريق وبيقول له يسحب له العربية بتاعته لأن بارك بيكون سايق عربية سحب. وبيوافق بارك بس بيطلب من الراجل يدفع الضعف. وعند الدكتور بيفعل البرنامج وبيروحوا الكلاب كلهم للقفص ما عدا إيكو اللي متعور في دماغه وبيكون ثابت في مكانه وما بيستجيبش للبرنامج. وبيقول الدكتور لجونج إنهم هيفكوه لما يرجعوا الضباط. وبيفعل الدكتور الجهاز وبتتجه الكلاب ناحية الهدف وهي شرسة ومسعورة. وبيوقف الدكتور البرنامج وبيقول لهم إنه مش عارف يتحكم في إيكو 9. وبيلاحظ باركو وهو بيسحب العربية إن الكلبة بتاعته جريت ناحية الكلاب التانيين وبيروح وراها. وبيحاول الدكتور يمشي بعد ما بيفك جونج، فبيمسكه جونج وبيقول له يقول مكانته العسكرية وإيه اللي بيحصل. فبيقول له الدكتور إنه يسأل رئيسه عن مشروع الصمت وهو هيعرف. وبينقلوا الكلاب للقفص، ولما بيشوفوا الكلبة بتاعت بارك بيكونوا هيخلصوا عليها وبيجري وراها بارك، بس الضباط بيمنعوه يقرب منها. وبتاخدها مين بسرعة قبل ما حد يمسكها، ولما بيقرب لها الضابط بيمنعوا جونج أبوها. وبيشوفوا بارك وبيقول له إنه نصاب ومديون ليه ب$64. وبيروح ضابط من الضباط وبيلاقي إن إيكو 9 الشريحة بتاعته وقعت وما بيتحكموش فيه. وفجأة بتحصل مشكلة في الطيارة وبتنهار وبيقع القفص بتاع الكلاب وبتقع الطيارة كلها وبيحصل خلل في الجهاز بتاع الدكتور. وبتخرج الكلاب عن السيطرة تاني وبتفتح القفص وبيهجموا على الناس. وبتبدأ الكلاب إنها تاكل الناس. وبتحاول يورا إنها تنقذ أختها بسرعة وبتقدر تبعد عنها كلب بمضرب الجولف بتاعها. وبيشوف جونج عربية فاضية فبيقرر إنه يروح يقعد فيها ويقفل على نفسه هو ومين بنته. وبيتحرك وبيفضل بارك يشاور له ياخده معاه قبل ما يموت. فبيطنشوا جونج بس مين بتقول له إنهم في إيديهم ينقذوه، وبتوقف العربية بسرعة وبيجري بارك عليهم وهو بيحمد ربنا إنهم فتحوا له الصندوق اللي ورا. وبيدخل وبيشتم جونج وبيقول له إنه كان هيسيبه يموت ويمشي. وبيدخلوا باقي الناس في أتوبيس، وبيكون موجود في الأتوبيس ده الاتنين العواجيز الراجل والست اللي كان عندها زهايمر. وبيفتح السواق لباقي الناس وبيهرب جونج بالعربية، بس بيعملوا حادثة وبتخبط حاجة في العربية وبيفقد الدكتور الوعي وبيحاول بارك إنه يصحيه، بس بيهجم كلب على العربية. وعند الرئيس بيكون بياخد إجراءات علشان الحادثة اللي حصلت، وبيعرف إنهم ما ينفعش يتدخلوا قبل ما الضباب يروح. وبتفضل الكلاب في الجسر بتحاول تلف حوالين عربية جونج. وبيصحى الدكتور وبيكونوا الناس في الأتوبيس واقفين شايفين الكلاب عند عربية جونج وعاوزين يساعدوهم. وبيكون بيونج بيعرف تفاصيل مشروع الصمت وبيسمع صوت في اللاسلكي وبيتواصل مع جونج لما بيسمع صوته. وبيطمنوا جونج عليهم وبيسألوا عن مشروع الصمت، وبيقول له إنه عرف عنه من المسؤولين وما كانش يعرف عنه حاجة. وفجأة بيحصل انفجار في عربية الغاز والمنطقة كلها بتكون عبارة عن غازات سامة. فبينزلوا من العربية وبيقول جونج لمديره ويبعتوا فريق إنقاذ ليه عند الناحية التانية من الجسر. وبيركبوا الأتوبيس بسرعة وبيهربوا قبل الانفجار ما يحصل. وبينهار جزء كبير من الجسر وبيقف الأتوبيس والكلاب حواليه. وبيتكلم جونج مع الناس وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم إنها كارثة طبيعية وهيساعدوهم وهيبعتوا حد ينقذهم. وبتبدأ الناس تسأل عن الكلاب وبيقول لهم إنهم مصابين بداء الكلب وهربوا وإن الشبكة فصلت بسبب انهيار الجسر. بس بارك بيقوم وبيفضل يزعق معاه وبيقول له فرق الإنقاذ هتوصل إمتى. وبيكون الضباط بيستعدوا علشان ينقذوهم. وبيروح جونج يتكلم مع بارك وبيقول له ما يقولش أي حاجة عن المشروع والكلام اللي سمعه، وهو هيضمن إنه هياخد جايزة قيمتها $100,000 ووسام للشجاعة. وبيوصلوا فرق الإنقاذ وما بيلاقوش الكلاب وبيأمروا الناس ينزلوا من الأتوبيس علشان يمشوا معاهم.
وبينزلوا وبيفضل الدكتور يقول لهم إن الكلاب ما بتتخلاش عن الهدف وإنهم بس مستخبيين، وبيفضلوا وهما ماشيين يسمعوا صوت العربيات بتزمر أول مرة وبتكون بسبب الدكتور، ولما بتزمر تاني بيزعقوا للدكتور بس بيكون بعيد عنها، فبيروح الضباط علشان يشوفوا السبب، وفجأة بتهجم الكلاب على الضباط وما بيقدروش عليهم وبيموتوا الضباط، وبيبدأوا يهجموا على الناس وبيقتلوا أغلبهم. وبيحاول جونج إنه ياخد مين ويهرب وبياخدها وبيستخبوا في المكان المخصص للشنط في الأتوبيس، وبيفتكر فجأة إنه نسي اللاسلكي وبيقول لها إنه هيروح يجيبه وهيرجع لها، وبيخرج جونج علشان يجيبه وهو خايف وبيلاقيه وبياخد الشنطة بتاعت بنته اللي فيها الكتاب بتاع أمها، وبتقعد مين تشوف فيديوهات عيلتها على التابلت بتاعها وبتكتشف إنها مش لوحدها وإن الدكتور كمان مستخبي معاهم في نفس المكان، وبيقول لها إنه هيطلع للأتوبيس فوق وما تجيش وراه لأنه عاوز يكون لوحده. وبيكتشف جونج إن في ناس مستخبيين في مكان، ولما بيدخل بيلاقيهم بارك ويورا وأختها والراجل العجوز ومراته، وبيعتذر لهم وبيقول لهم إنهم لازم يروحوا الأول الجسر علشان يوصلوا للقناصين اللي هيقتلوا الكلاب، وبيعرف إن بارك حكى كل حاجة للموجودين، وبتكون الست العجوزة مصابة وبتنزف، وللأسف بتكون أخت يورا كمان واخدة طلقة في رجلها من الضباط بالغلط. وعند مين بتكون قاعدة في الأتوبيس وبيقول لها الدكتور إنهم هيموتوا كلهم وإنهم مستنسخين الكلاب كلها من إيكو 9، وإنها كانت أمه علشان يشرسوها كانوا بيقتلوا عيالها قدامها، وعلشان كده هي حاسة إن الكلاب الباقيين عيالها علشان كده بتنتقم من البشر. وبياخد جونج الناس وبيمشي برا الخيمة وبيولعوا نار علشان يخوفوا الكلاب، وبيكلم رئيسه علشان يخلي القناصين يحموهم، وبتشوف مين أبوها والباقيين وبتحاول تفتح له، بس الدكتور بيمنعها وبيكتفها، وبيشوفها جونج بس الكلاب بتيجي وبتحاول تهجم عليه وبيخوفهم بالنار، وبيكون بارك معاه إزازة كحول وبيشرب وبينفخ على النار، وبيعملوا نار أكبر وبيقدروا إنهم يدخلوا الأتوبيس. وأول ما بيدخلوا بيضرب بارك الدكتور علشان ما كانش هيفتح لهم، وبيحضن جونج بنته وبيحاولوا يسوقوا الأتوبيس، بس بيكون الأتوبيس من غير مفاتيح، وبيفتكر جونج المفتاح بتاع بارك وبيقول له يستخدمه علشان يسوق الأتوبيس، وبينجحوا فعلا إنهم يسوقوا الأتوبيس. وعند هيونج بيقعد يفكر في مستقبله وإن الناجين دلوقتي عارفين المشروع ولو أنقذهم ممكن الانتخابات بتاعته تفشل، وبيوصلوا لبداية الجسر وما بيلاقوش القناصة وبتكون الست العجوزة بتموت، وبيحاول جونج يتواصل مع حد بس محدش بيرد عليه، وبيكون عاوز يخرج من الأتوبيس علشان يتم إنقاذهم، وبيكون عاوز يضحي بالدكتور علشان يستدرج الكلاب، بس بنته بتقترح عليه إنهم يعملوا فخ للكلاب أحسن، وبينزلوا يستخبوا كلهم في مكان الشنط، وبيشغلوا أغاني تجذب الكلاب وبيربطوا حبل علشان لما الكلاب تدخل الأتوبيس يقفلوا عليهم، وبينجحوا فعلا إنهم يقفلوا على الكلاب، وبيخرجوا من الأتوبيس بس بيقرر العجوز إنه يفضل مع مراته اللي ماتت ويقفل الباب على نفسه علشان الكلاب ما تخرجش، وبيضحي العجوز بنفسه علشان يفضل مع مراته وعلشان ينقذهم، وبيحاول جونج يخرجه بس بارك بيمنعه وبيقول له إنه لو أنقذه هيخرج الكلاب وهيموتوا كلهم، وبيقعد حزين وبيكتشفوا إن مفيش قناصة، وبيقول له الدكتور بعد ما بيعرف إن رئيسه هو هيونج إن رئيسه هو اللي مضى على المشروع ده، وإنه أكيد عايزهم يموتوا ومش هينقذهم أبدا. وبيتضايق جونج لما بيعرف إن صديقه ورئيسه خانه وبيكلمه في اللاسلكي وبيقول له إنه خاين وإنه باعه، وبيقول له إنه مش عاوز منه أي حاجة دلوقتي وإنهم هيروحوا الناحية التانية من الجسر، يا يموتوا من انهيار الجسر أو يموتوا من الغاز السام، ولو وصلوا وقدر يشوفوا هيدمروا، وبيقول له إنه لو كان شاف الجحيم اللي الناس شافوه على الجسر كان ممكن ينقذهم، وبيقول لبارك إنهم هيروحوا بالعربية بتاعته لبداية الجسر عند العاصمة، بس بيقول له بارك إن المفاتيح في الأتوبيس، فبيقترح الدكتور إنهم يدوروا على اللابتوب بتاعه ويجذب الكلاب بيه ووقتها يحبسوهم في القفص، وبيلاقوه فعلا، فبيقرر جونج إنه يضحي بنفسه علشان يجذب الكلاب ليه بصوته، وإن وقتها يقدر بارك إنه ياخد المفاتيح وينقذ مين بنته معاهم. وبتقف يورا وبتقول لأختها تحط الكور علشان تضربهم على الإزاز وتكسره، وبتعتذر لأختها على كل حاجة، بس يورا بتقول لها إنها كانت عارفة إن الجواز منتهي الصلاحية بس ما حاولتش تقول لها علشان كانت خايفة تسافر برضه، وبتقول لها إنها ليها فضل كبير عليها، وبتبدأ تضرب الإزاز وبيشغل الدكتور الصوت، وبيتكلم جونج وهو بيقرأ من كتاب مراته وبتقول له مين إنه يرجع لها علشان يديها الكتاب، وبتبدأ الكلاب تنجذب للصوت والباقيين بيستخبوا في العربية. أول ما الإزاز بيتكسر بيطلع بارك للأتوبيس علشان ياخد المفاتيح، بس بيتفاجئ إن إيكو 9 لسه في الأتوبيس وبتبدأ تجري وراه وبتهجم إيكو 9 على الباحث وبتكون هتقتله، بس بتشوف باقي الكلاب وبتجري عليهم لأن الجسر بينهار وكانوا الكلاب هيقعوا، فبتجري علشان تنقذهم، وبيقول لهم جونج يسيبوه ويمشوا وينقذوا نفسهم،
بس مين بترفض وبتاخد الهلب وبتروح تحاول تسحب بيه العربية المصفحة اللي أبوها فيها، بس بينهار جزء كبير من الجسر وبتكون هتقع، وبتقع الكلاب كلهم من على الجسر، وبتقدر مين إنها تدخل العربية لأبوها وبتحط الهلب فيها وبتقول لبارك يشد القفص، وبيشد بارك وبينجح في آخر لحظة إنه يشد العربية، وبتقدر مين إنها تنقذ أبوها. وبيروحوا الأول الجسر وبيقربوا من الغازات السامة وبيكتموا نفسهم كلهم، بس بيفلت القفص من العربية بتاعت بارك، وبيعرف بارك لما بيخرج للأمان إن جونج وبنته ماتوا، وبيكون متأثر ولسه هيعيط، وبيلاقي القفص خرج وبيضحك وبيقول لهم إن جونج ب9 أرواح. وبيركبوا مع بارك في العربية وبيوصلوا للعاصمة وبيستقبلوهم الصحافة ومعاهم هيونج الرئيس، وأول ما بيشوفوهم بيقول للناس تحييهم، بس جونج بيضربه بالبوكس وبيقول له إن إنقاذ الأبرياء هو الأهم دايما. وبيكون جونج اتعلم الدرس أخيرا من الأزمة اللي اتعرض لها، وبيقول للصحافة إنه سبب كل حاجة، وبيجي الدكتور وبيقول جونج إن كل حاجة متسجلة في الجهاز اللي في إيديه واللابتوب بتاع الدكتور، وبيسلموا الأدلة للصحافة. وبيخسر هيونج الانتخابات وبيوعد جونج بارك إنه هيساعده إنه ياخد جايزته، وبيرمي جونج الفلوس في وش هيونج وبيقول له إن بنته قررت تدرس في كوريا ومش هتسافر، وبتروح أخت يورا علشان تتعالج في المستشفى هي والكلبة جودي. وبعد ما الضباب بيهدى بتظهر الكلبة إيكو 9 ومعاها حد تاني من الكلاب، وهي بتبص على الجسر بكراهية. والحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة، وبنتعلم منه إن إنقاذ الأبرياء أهم حاجة في الحياة. ولو عجبك فيلمنا ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها لك.